بتمن ربع كيلو طحينة خام هخليكي تعملي ضعف الكمية بطريقة سهلة وبسيطة زي ما انتوا شايفين كده. قوامها ولونها وريحتها كمان تحفة بطريقة سهلة وبسيطة. يلا نشوف مع بعض مكوناتنا ايه معايا هنا كوباية من السمسم، نص كوباية من السوداني عايزة تخليها سمسم بس هتضيفي كوباية ونص. انما انا بحب اضيف عليها الفول السوداني بيديها طعم احسن يعني. هقلب كده كويس دوبك بس يعني تسخن معايا، انا مش بحمصها انا بس عشان الرطوبة بس تطلع منها. 5 دقايق بكتير قوي على النار وبرفعها. والخطوة اللي بعدها بجيب الكبة بتاعتي او المطحنة بتاعت الخلاط بتاعتي صغيرة شوية فهطحنها على مرتين زي ما هتشوفوا كده دلوقتي معايا لحد ما الزيت بتاعها كله ينزل. وكل ما هتكملي ضرب كل ما هتنعم معاكي بزيادة يعني. بس في الاول حركيها يعني افتحي الغطا بتاع المطحنة كده وحركيها بالمعلقة وبعد كده كملي ضرب فيها. هتحسي ان هي بقت تقيلة في الاول كده شوية ومرملة، لا كملي ضرب فيها زي ما انتم شايفين كده هتبتدي تتحرك وتبتدي تطلع الزيت بتاعها واضربي فيها على قد ما تقدري. انا كده يعني ايه زي ما انتم شايفين كده هي ابتدت تنعم معايا خالص. هوريها لكم دلوقتي. وممكن بقى تكملي كمان ضرب فيها وتضيفي لها شويه زيت صغيرين او ممكن تستخدميها كده خلاص مفيش اي مشكله. ولو حابه بقى تضعفي الكميه هتتابع معايا لاخر الفيديو عشان هقولك هنعمل الخطوه الجايه. بصوا هي كده حلوه قوي، ممكن تخزنيها كده كمان وممكن تكملي ضرب كمان في شويه في الكبه هتلاقيها نامت معاك وطلعت الزيت بتاعها وبقت سايله خالص. شويه عن كده يعني مش تبقى سايله قوي زي ما شفتها في اول الفيديو بس هتبقى سايله معاك شويه عن كده. هي كده نعمت خالص وريحتها حلوه قوي قوي يعني. انا عشان اضاعف بقى بقيه الكميه معايا هنا كوبايه بس انا خدت نصها. انا في ممكن احط كوبايه كلها ما عنديش اي مشكله. بس انا مش حابه احط كوبايه كلها، حبيت احط نص كوبايه. لو انتي حابه تضعفي الكميه اكتر هتحطي كوبايه كامله ومش هت ما مش هتغير طعم الطحينه، بالعكس ده هتزودها وتديها قوام احسن وطعم احسن كمان يعني هتخلي طعمها حلو. زي ما انتم شايفين كده انا وصلت للمرحله دي ممكن ازود كمان يعني. انا بقول لكم هنا استخدمت نص كوبايه ممكن كنت استخدمت النص التاني كان هيزود معايا الكميه اكتر كمان اكتر من نص كيلو في الاخر هتطلع. بس انا محبتش ازود عن كده. هبتدي بقى الخطوه اللي جايه هجيب الخلاط بتاعي او الهاند بلندر المتوفر عندك زي ما هتشوفوا كده وهبتدي اجيب زيت. هجيب كوبايه الا ربع من الزيت. لو حطيتي كوبايه نص كوباية زيت، لو حطيتي الكمية كلها كمية الكوباية كلها ممكن تاخد معاكي من كوباية الا ربع الكوباية زيت. هنبتدي كده نضرب وكل ما الخليط بتاعنا يبقى سايل كده هنزود عليه الكمية زي ما انتم شايفين وازود شوية زيت. يعني كده دلوقتي هحط الكمية بتاعتي كلها وهضرب هحس ان هو تقل هروح جاية حاطة بقية كمية الزيت لحد ما القوام بتاعي يبقى مظبوط. زي ما انتم شايفين كده القوام بتاعي حسيت ان هو تقل حطيت شوية الزيت وهبتدي اضرب كويس. الضرب لا يقل عن 3 دقايق. كل ما بتضربيها كل ما القوام بتاعها بيبقى حلو قوي وبتنعم اكتر معاكي وبتديكي نتيجة حلوة قوي. انا هنا كنت استخدمت نص كوباية ومعلقتين من الزيت. يكون طبعا يفضل زيت من غير يكون زيت نضيف ملهوش ريحة ولونه فاتح كده. انا كنت خلصت الطحينه زي ما انتم شايفين قوامها حلو قوي كده. هتقدري تحتفظي بيها في برطمان على الرخامه وقت ما تحتاجيها تلاقيها. طبعا لو انتي مش حابه اضافه السوداني هتضيفي كوبايه ونص من السمسم وتكملي بقيه الوصفه عادي. زي ما انتم شايفين كده انا خلصت. ما تنسونيش بقى في كومنت حلو ولايك وشير. ولو لسه مشتركتيش في القناه اعملي سبسكرايب واشوفك على خير في فيديو جديد. باي باي.